أخبار بطولة. تعرض حمزة فونتي لاعب الكوكب المراكشي لإصابة خلال المباراة الودية أمام الرصين على مستوى أربطة الركبة، ومن المتوقع غيابه ل4 أسابيع. يتجه الكوكب المراكشي للتوقيع مع اللاعب مايكل ايفنز المدافع الكيني صاحب 27 عام. لا زال مصير الحارس حمزة حمياني مع الجيش لم يقرر بعد استبعاده من المباريات الودية وعدم اقتناع المدرب باللاعب. انتعشت خزينة الجيش ب 150 مليون سنتيم بعد إعارة جو البيع إلى نادي الخالدية البحرين. انتهت فترة اختبار اللاعب أيمن جلباط مع نادي الوداد دون توقيع وعدم اقتناع المدرب باللاعب. كما دخل اللاعب وليد عتيق الظهير الأيمن في فترة اختبار باقتراح من طرف بن عبيشة. يتجه الوداد إلى البحث عن مهاجم محلي والخيارات بين مولوعة والمهراوي. يجري الرجاء لقاء ودي أمام اتحاد يعقوب المنصور يوم 24 من الشهر. كما يشهد اليوم عودة اللاعبين للتدريب بعد راحة دامت ليومين. يتجه النادي للتخلي عن اللاعب عثمان ساخو بينما يتشبث المدرب باللاعب أبريغو. تتجه صفقة الزهواني مع نادي الرجاء للفشل بسبب رغبة اللاعب أن يكون أساسي، وكذلك تردد الإدارة في حسم الإعارة.